افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني بحضور رئيس جمهورية الشيشان في الاتحاد الفيدرالي الروسي رمضان أحمد قاديروف مركز الزوار في موقع الشجرة المباركة في الصفاوي التي استظل بها رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام. وتعد الشجرة المباركة التي يقدر عمرها بحوالي 1500 عام وهي شجرة نبات البطن من المواقع الدينية والتاريخية في الأردن، إذ يتبع الموقع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فيما تتولى اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها الإشراف عليه. واصطحب جلالة الملك الرئيس الشيشاني في جولة إلى موقع البحيرة القريب من الشجرة المباركة، وحضر حفل افتتاح مركز الزوار الذي بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم سمو الأمير هاشم بن الحسين كبير أمناء جلالة الملك، وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي وقيادات من أعضاء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. وخلال الحفل ألقى سمو الأمير هاشم بن الحسين كبير أمناء جلالة الملك كلمة أعرب فيها عن شكره لجلالة الملك على رعايته الكريمة لهذا الحفل، والذي يقام في هذا الموقع المبارك وتحت هذه الشجرة المباركة، والتي استظل بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام ولقائه بالراهب بحيرة الذي بشر بنبوته قبل البعثة بسنين عديدة. وقال سموه إننا نحرص على إيلاء هذا الموقع المبارك كل العناية والاهتمام ليعتمد معلما دينيا وتراثيا ونعرف به العالم. وفي كلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قال إن هذه الشجرة المباركة هي من الآثار التي رصدها جلالة المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، حيث قام طيب الله ثراه بحصر ما في الأراضي الأردنية من آثار إسلامية وتاريخية، وكانت هذه الشجرة إحدى هذه الآثار. من جهته توجه الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ بالدعاء لله عز وجل والحمد والثناء عليه بأن من علينا بالتعرف على هذه الشجرة المباركة وزيارتها، وأن ينصر القيادة الهاشمية الحكيمة وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ الأردن وأهله كما حفظ هذه الشجرة المباركة.